الحواوي الحواوي حكاية إمجارد. من زمان قوي ومصر غير أي بلد تانية. المصري من زمان وهو دايما سابق الكل، ودايما أول من يعمل كل جديد ويبهر الناس باختراعاته ومنتجاته. بيفكر ويخطط وينفذ الأفكار قبل أي حد. اتعودوا المصريين إنهم يتعبوا ويجتهدوا عشان يعملوا دايما الأفضل. محدش بيعمل الصح غير المصريين، وعشان كده مش غريبة لما المصري يعمل إمجارد. إمجارد هو أول منتج مصري وعربي للعناية بعشوش طيور الزينة سواء المقفولة أو المفتوحة. إمجارد المصري سبق الكل. منتج ما طلعش للنور إلا لما أدوية الحاوي بقوا واثقين إنه منتج آمن ومفيد وقوي. منتج معمول من مكونات طبيعية بالكامل من غير أي مكون صناعي واحد. طب وانت فكرك إنهم هيسكتوا على كده؟ ما يبقوش المصريين يا عم انت. عملوا لك 5 روايح كلهم أجمل من بعض: نسيم البرتقان، نسيم الليمون، نسيم النعناع، نسيم الريحان، نسيم النعناع والليمون. 5 روايح هيغيروا ريحة العشوش والمكان كمان. ولعلمك الموضوع مع إمجارد مش واقف عند الريحة وبس، لا، بس لو اتكلمنا عن فوائد إمجارد الكتيرة جدا هنعمل فيلم وثائقي مش إعلان. عشان كده قلنا الأفضل إننا نعمل فيديو لكل حاجة في الإمجارد لوحدها وتبقى قصة، لأنه ببساطة إمجارد قصة مصرية لازم تتحكي.